الفيديو ده هحاول يكون سريع جدا ومختصر على قد ما اقدر واقفل فيه موضوع تماما اللي دايما بيتفتح في التعليقات. الفكرة ان الشخص اللي قدامك ممكن يكون متحمس جدا او يمكن يكون بيحب طريقة سابقة من خلال كلامه او طريقة التعامل معاك. هوفر عليك الوقت وهقول لك كمان ان هناك بعض الاسئلة الشخص التاني اذا طرحها عليك اتأكد انه لحد الجنون بيحبك ومهتم بيك جدا وناوي يدخل معاك علاقة. والاسئلة دي 4 انواع، لو يهمك تعرفهم حضر مشروبك وحصلنا. الأول من الأسئلة دي بتكون عن نشاطك اليومي، يعني بتلاقي الشخص التاني بيسألك على الحاجات اللي زي دي: كنت مختفي فين؟ أو كنت فين؟ كلت ولا لسه؟ كل الأسئلة دي ليها غرض واحد بس، إنه يوريك اهتمامه بيك أو يحاول يعرف معلومات عنك. وده اللي بيحصل لأنه مشغول بيك طول الوقت وبيفكر فيك على طول، وده اللي بيخليه عايز يكون دايما في بالك. ولما الشخص التاني يسألك عن نشاطك اليومي وبيسألك على طول وكل يوم، واضح جدا انه بيفكر فيك عاطفيا ومهتم بيك جدا. النوع التاني من الأسئلة دي بتكون عن حياتك الشخصية والماضي بتاعك، يعني هتلاقي الشخص التاني بيسألك: حبيت قبل كده؟ اتولدت فين؟ اتربيت فين؟ عندك كام اخوات؟ كل الأسئلة دي هدفها إنه يعرف حاجات عن حياتك الشخصية إذا كان في الماضي بتاعك أو في الحاضر. وهنا الشخص بيبدأ يفكر فيك عاطفيا ويحاول يدرس ويشوف ويعرف هل انت تناسبه ويكون في بينكم علاقة ولا لا. النوع الثالث من الأسئلة دي بتكون عن وضعك العاطفي، يعني هتلاقي الشخص التاني بيسألك انت مرتبط، او يسألك عن مواصفات اللي نفسك تكون موجودة في الشخص اللي انت عايز ترتبط بيه. فمجرد ما يتكلم معاك في المواضيع دي اعرف على طول انه بيفكر في العلاقة بيك او انه ممكن يكون مهتم بالارتباط بيك. النوع الرابع والاخير من الاسئله دي هتلاقي الشخص بيسالك عن مستقبلك وخططك اللي جايه، يعني هتلاقي الشخص التاني بيحاول يسالك هل فكرت في الجواز، ولو من بلد تانية بيسالك هل فكرت تسافر بلد كذا او حتى مدينه كذا. ولما تلاقيه بيسالك الاسئله اللي زي دي اعرف انه مهتم يعرف مستقبلك وبيفكر معاك خطواتك اللي جايه. ولو سألك الأسئلة دي اعرف إنه بيحبك لدرجة الجنون، ويمكن كمان مصاب بالهوس بيك. ولو أول مرة تشوفني، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكوا الفيديو اللي